ظهر في السودان شويه عيال مسميهم نفسهم كتاب كده وهم اتباع لحركه الافروسنتريك، بيقولوا الحضاره المصريه اصلها سوداني ومفيش حاجه اسمها حضاره فرعونيه، هي حضاره واحده واسمها الحضاره الكوشيه. بس بعد الاحتلالات اللي حصلت سابوها وراحوا على السودان وسابوا للمحتلين مصر يشبعوا بيها. كنت قلت لكم قبل كده يعني ايه حركه الافروسنتريك وشويه العيال اللي عاملين قلق دول، وهسيب لكم الفيديو في الكومنت. اصلا ما كان في حاجه اسمها مصري ولا كان في حاجه اسمها الانسان المصري القديم، ما في، فقط كان في الانسان الكيميتي. الكيميتيين اللي كانوا عايشين في الارض اللي هم الافارقه، والارض مسميه عليهم ارض السود. افروسنتريك السودان تحديدا لما سالناهم وقلنا لهم هل انتوا دارسين الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كويس؟ طيب هل عندكم دلائل قويه تدعموا بيها موقفكم ورايكم في الموضوع ده؟ قالوا لنا واستدلوا على كده بحاجه مضحكه جدا الحقيقه، استدلوا باهرامات السودان اللي هي اهرامات الضحك. في الاول قالوا ان الاهرامات دي اقدم من اهرامات الجيزه، عن اهرامات السودان بانها قطاطي، والاهرامات الاخرى يزورها ميسي وهذه تزور الشيخ موزة، كأنما ولدت هذه الإهرامات وهي أقدم من تلك الإهرامات ب2000 عام. لكن علماء الآثار لما عملوا الأبحاث اكتشفوا إن تاريخ أهرامات السودان أو أهرامات الضحك اتعملت تقريبا في سنة 700 قبل الميلاد، يعني ملهاش أي علاقة بتاريخ المصريين القدماء اللي هو أكتر من 7000 سنة. يعني الكلام ده معناه إن الفرق بين أهرامات الضحك وأهرامات الجيزة حوالي 2000 سنة تقريبا. هل سكتوا بعد ما عرفوا المعلومات دي؟ لا طبعا، إزاي يعني؟ ده الحضارة المصرية دي هي كل المحتوى اللي هم عايشين علشانه اصلا. وقالوا ان اجدادهم الفراعنه لما سابوا مصر وراحوا على السودان خدوا معاهم بقى اسرار الحضاره والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، وراحوا هناك بنوا الاهرامات اللي عندهم دلوقتي. طيب يا زول، انت اكبر هرم عندكم في السودان ما يجيش ارتفاعه نفس ارتفاع عماره الاسكان الاجتماعي اللي انا بسجل منها الفيديو ده. فانت لو فعلا قاصد تهين تاريخ اجدادك مش هتقول كده. عايز تقارن اهرامات الجيزه بشويه الجبنه المثلثات اللي انتوا فرحانين بيها؟ والله عيب علينا. حجتهم الاقوى في الموضوع ده انهم بيقولوا في ملوك فراعنه ملامحهم سودانيه، يعني اللي هم مناخيرهم عريضه شويه واخدين نفس الشكل الافريقي اللي كلنا عارفينه دلوقتي، زي مثلا ملوك الاسره 25، او لا هو مش زي مثلا، هي فعلا هي الاسره الوحيده اللي حكمت مصر من عندهم، هي الاسره 25 وحكمتها لمده 60 سنه تقريبا، اللي هو يعني قسما بالله يا جماعه بلصت المش اللي تحت السلم عندنا عمرها اكبر من 60 سنه. حكمت مصر 60 سنه برضو، ما كانتش ند لند يعني وحرب وخناقه يعني، لا هي كل الفكره ان هي كانت مصر في الوقت ده بتعيش عصور من الضعف، فالكوشيين قالوا يلا يا جماعه هو ده الوقت اللي احنا نقدر ندخل فيه، يعني الموضوع مش كبير يعني. تكاثرت الاقاويل في المنطقه دهيا، لان في كمان علماء مصريات قالوا ان اللي حكموا مصر 60 سنه اللي هي الاسره 25 دي ما كانوش كوشيين ولا حاجه، لا دول كانوا مصريين من النوبه مستعمرين جزء في السودان، وكانوا متاثرين بثقافتنا وبيعبدوا امون زينا بالظبط ونفس لغتنا، وزي ما برضو اعضاء الافروسنتريك بيقولوا كده ان هم عندهم شويه كلمات من عندنا، ده برضو بنفس الفكره لان احنا كنا مستعمرين جزء من عندهم. من الاخر كده يعني كانوا متاثرين بالمصريين جدا واخدينهم قدوه في كل حاجه. طبعا يعني هم هيلاقوا مين احلى وافخم من المصريين عشان يقلدوهم ويتلزقوا في حضارتهم، ويا ريتهم حتى صنوا الجميل وقالوا مصر حبيبتنا وام الدنيا. يعني الله العظيم بجد تديله وتمدله ايدك ياكل دراعك. اجداد الفراعنه طول الوقت كانوا شايفين ان الكوشيين دول خطر علينا، كانوا كل شويه يعملوا حوارات يهجموا على مصر ويعملوا غارات، يعني مش راحمين نفسهم طبعا عشان طمعانين في خير مصر، ودلوقتي احفادهم جايين طمعانين في الحضاره بتاعتنا اللي كانوا بيهاجموها في يوم من الايام. ملوك مصر ما كانوش شايفينهم مجرد اعداء، عارفين لو كانوا ملوكنا شايفين ان الناس دول اعداء كانوا عملوا معاهم معاهدات وامنوا الحدود من غير حروب ومن غير مشاكل. كان الملك سنوسرت ما روحش تعب نفسه وسحل نفسه في حوارات، لكن الكوشيين كانوا مكرين قوي، راحوا حطوا ايديهم في ايد الهكسوس، عشان كده ملوك مصر كانوا بيعاملوهم معامله الخونه. وده اللي خلى ملوك مصر القديمه اجدادي يوصفوا الكوشيين بلفظ كوش الخاسيه، ده اللي العلماء لقوه مكتوب على جدران المعابد المصريه. والمصريين في الحقيقه يعني كانوا مؤدبين جدا يعني، ولازلنا طبعا احنا مؤدبين زي ما انتم عارفيننا. عمرنا ما كنا نقدر نتجرأ او نوصف اي حضاره مهما كانت اهميتها او عدم اهميتها بوصف زي ده. فكون ان جدود المصريين يقولوا اللفظ ده على كوش، فمعنى كده ان كوش دول كانوا ناس عمايلهم دي هي اللي اضطرت اجداد الفراعنه ان هم ياخدوا اراضي كوش ويستعمروا منها جزء كبير جدا يضموها للامبراطوريه المصريه القديمه. الحروب دي متوثقه على جدران المعابد. اكيد الفراعنه كانوا عارفين ان هيظهر في يوم من الايام ناس من كوش بيحاولوا ينسبوا الحضاره الفرعونيه ليهم. يا جد انت يا مكار يا عالم الغيب يا حكيم. وزي ما احنا شايفين على جدران المعابد دقه الرسم والتصوير ورت لنا الفرق الواضح بين المصريين الاصليين اللي هم الفراعنه اجدادي وبين الكوشيين، من حيث شكل المناخير ولون الشعر ولون البشره. طبعا زي ما انتم شايفين لون بشرتي
قمحي. والحقيقه انا مش عارفه هم منين جايبين البجاحه دي. يعني يا زول السودان دلوقتي متقسمه شمال وجنوب ومليانه فساد وجهل وفقر وربنا يفك الضيقه. يعني ليه يطلع لنا من عندكم كاتب كبير اسمه ايهاب عدلان؟ طبعا هو كبير في السن يعني مش كبير في المقام. هو حرفيا طلع من السودان وبقى يروح اوروبا وامريكا ويلف في بلاد الله الواسعه يسترزق، ايش معرض من هنا، ايش مؤتمر هنا، طبعا وكل سفريه بفلوس وباكت ماني واقامه على حساب الدوله المضيفه عشان ينشر الفكر بتاع الافروسنتريك. عمل كتاب اسمه الهوموسولوجيا وبيروج فيه طبعا زي اغلب الغلابه اللي بيروجوا ان السودان هي اصل الحضاره الفرعونيه، وحاول ان هو ينشر كتابه في معرض الكتاب 2023. وزي ما المصريين بيقولوا اللي ياكل حلوتها يستحمل مرتها، الكتاب اتمنع. حصل ضجه على السوشيال ميديا من اخواتي القوميين زي صفحه وعي مصر، ايجيبت اسكوبتك، كيمت، باحثون كيمت، تاريخ مصر القديم، علم المصريات، وجروب الفراعنه الجدد، وصفحه مصر وحضارتها اللي بشكرهم يعني وبقول لهم قلبي يا رب على البوست الحلو اللي كتبوه عني. كلهم رافضين لوجود حد من اشباه ايهاب عدلان او فكره، وده اللي خلى مسؤولين معرض الكتاب بيصادروه ويمنعوه من وجوده في معرض الكتاب. ايهاب العيوطه ما سكتش، فضل يعيط وفضل يقول اغيثوني اغيثوني، منعوا الكتاب بتاعي من انه يبقى موجود في معرض الكتاب. ده بجح قوي. المفروض يا ايهاب ان انت لو انت فعلا مؤمن بقضيتك ومؤمن بحقك في الارض تدعو لقضيتك وانت في بلدك اللي انت دلوقتي بتقول ان هي جزء من الامبراطوريه القديمه برضو، فانت معتبر ان السودان دي هي الاصل. فانت المفروض تكون موجود وقاعد ومرابط في مكانك وتدعو للفكر بتاعك، مش رايح تروح يمين وشمال وتلم فلوس من هنا وتلم فلوس من هنا. والناس الغلابه اللي انت محركهم وراك لا بياخدوا منك لا ابيض ولا اسود، انت بس اللي عمال تاكل على كل الموائد. هو عايز يشبط في اي حاجه ويعمل منها محتوى. يعني انا حقيقي يا ايهاب انا مش عارفه يعني انت ليه مش مقدر قيمه مصر في حياتك. يعني تخيل لو احنا ما كناش عملنا حضاره فرعونيه قديمه كان زمانك دلوقتي بتسترزق منين. مش السودان لوحدها اللي عندها نفس المشكله دي، دول كتير جدا عندها نفس الظروف من تقسيمات ومن حروب ومن فساد ومن ثروات بتتنهب. على فكره يا حبيبي انت وهو عادي جدا ان انت ما يكونش عندك حضاره ولا تاريخ، مش عيب خالص على فكره. العيب اللي بجد انك تحاول تسرق تاريخ غيرك علشان تحسس نفسك ان انت عندك شخصيه يعني وعامل انجاز محدش عمله قبل كده. لو انت عايز تسرق فعلا ممكن تروح تسرق حضاره الدول اللي جت استعمرتك وهو يعني يبقى عندك حجه. اي نعم حضاره الدول دي اللي استعمرتك مش نفس عظمه حضارتنا الفرعونيه القديمه، بس يعني ما تعليش سقف طموحك قوي، يعني احلم على قدك. يعني ما تبقاش عامل زي الشحات اللي بيحلم بالعيش الفينو. مصر موجود فيها حاليا اكتر من 4 مليون لاجئ سوداني، ده غير نص مليون تانيين من باقي دول افريقيا، ولهم حي بالكامل موجود في مدينه نصر اسمه حي الافارقه. اللاجئين الافارقه في مصر واخدين حقوقهم زي ما يكونوا مصريين بالظبط، وده بيدل ان مصر قلبها كبير وبتساعد الكل وبتعطف على اي حد بيجي ويستنجد بيها، وطول عمرها من ايام الفراعنه وهي مسالمه، وجيشها ما بيتحركش غير للدفاع عن ارضها. لو الافروسنتريك دول حاولوا يروحوا يسرقوا حضاره تانية متاكده 100% ان الرد من الناس دي هيكون غشيم قوي عليهم. لكن مصر دايما بتتصرف بحكمه، والحكام بتوعنا دايما بيطبقوا المثل المصري اللي بيقول طولة البال تهد الجبال. فكلام شويه العيال دول اللي هم مسمين نفسهم افروسنتريك اكيد مش هيأثر فيهم ولا هياخدوه على محمل الجد. في نهايه الحلقه بحب اوجه كلامي للجيران السودانيين، يا زول انت وهو يعني انت عندك تقسيمات وعندك فساد وعندك مشاكل وعندك حاجات بلاوي زرقاء، يعني ازرق من البلون اللي انا لابساه ده. مش لما توحد القطرين في بلدك يا زول تبقى تروح تعمل مشاكل وتنكش في جيرانك. كل الحب لكل الافارقه اللي موجودين في مصر واللي بره مصر اللي بيحبوا مصر من قلبهم واللي شايفين ان ادعاءات الافروسنتريك دي هرتله، بس مش كل الحب للعاقين بتوع الافروسنتريك. شكرا.